ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى من محمد. هعمل معاكم النهارده عصير فراوله بالكركديه باسهل واسرع طريقه. انا بجيب الفراوله في الموسم بتاعها، تمام، وبشيل الحته الخضر اللي فوق، تمام، وبفرزها فرزه زي ما هي كده، وبطلعها بقى ايه حسب ما بحتاج. اول حاجه انا هعملها، اول حاجه ده كركديه بالظبط بما يعادل مع معلقتين كبار كركديه. اول حاجه هحط عليهم ميه سخنه خلاص، وانقعهم شويه عشان ابتدي بشتغل بيهم. حطيت الكركديه كده زي ما انتم شايفين، تمام. تاني حاجه بقى، يا اما التحليه بتاعتك يا اما سكر عادي، يا اما سكر دايت، يا اما عسل نحل، ده حسب ما تحبي. تمام. انا التحليه بتاعتي هحط 3 معالق كبار عسل نحل و3 ظرف سكر دايت. تمام. عايزه اقول لكم يا جماعه، دول الفراوله دي بالظبط كيلو فراوله، كميه كبيره جدا. تمام. لو انت هتشتغلي بفراوله اقل من كده، يعني لو نص كيلو، يعني مثلا معلقه ونص عسل نحل او معلقه عسل نحل واتنين ظرف سكر دايت طبعا، والتحليه دي حسب ما بتحبي. حطيت العسل النحل، تمام، وسكر الدايت، وهبتدي بقى اقلب كله مع بعضه كده. حطيت ميه سخنه، تمام، وبعد كده ازود الميه تاني، اقلب كله مع بعضه كده، وبعد كده اسيبه يهدى شويه. دوبت العسل النحل وسكر الدايت، تمام. خلاص فكرة كده زي ما شايفين، سبتوه يهدى شويه. خلاص بعد كده بقى هصفيه واعمله مع الفراوله. حطيت الفراوله، تمام، في الشفشه اللي انا هشتغل فيه، وهضربها بالهاند بلندر. هصفي عليها الكركديه. خلاص. مهم جدا يا جماعه يكون الكركديه يكون فيه سخونيه، عشان الفراوله زي ما انتم شايفين كده متجمده، خلاص، عشان تضرب معايا بسهوله. هصفي بقى الكركديه عليها، اجيب المصفى وهصفي الكركديه. صفت عليها الكركديه كده زي ما انتم شايفين، هتبقى بقى هضربها بالهاند بلندر. ده شكلها بعد ما ضربتها، هبتدي بقى اقدمها. ده شكل عصير الفراوله والكركديه بعد التقديم. ادوه الف هنا وشفا. عاوزه اقول لكم انا ضفت عليه معلقه كبيره من مربى الفراوله، ودي اختياري، بس هي بتفرق جدا 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 في الطعم، بتدي طعم حلو جدا. ان شاء الله تجربوا تعملوا عصير ويعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو، لا تشترك في القناه، وريت تدعموا بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.